الاهلي المصري بينافس ريال مدريد على زعامة العالم، وبجد يا بخت اللي بيشجع الاتنين. قبل اي حاجة صلي بينا على النبي ويلا بينا. الاهلي المصري فاز بدوري ابطال افريقيا للمرة ال 12 في تاريخه، وللمرة الرابعة في اخر 5 سنين، وبكده تبقى حصيلة بطولات الاهلي القارية 26 بطولة. وعلى الجانب الاخر فالمرنجي بيستعد لنهائي الخامسة عشر ضد نادي بروسيا دورتموند، اللي لو كسبوا يبقى الملكي هيحقق لقب القاري ال 30. فلو رحنا لقائمة الاندية الاكثر تحقيقا للالقاب القارية في العالم، فهنلاقي بتصدرها نادي ريال مدريد، ووراه على طول الاهلي المصري في المركز الثاني، وفي المركز الثالث بوكا جونيور، والرابع نادي برشلونة. هو مستوى المنافسة في اوروبا مختلف تماما عن افريقيا، بس برضو القدرات الفردية والفنية عند كل فريق بتفرق جدا، والمنافسات بتبقى مناسبة جدا للفرق كلها داخل قارتها. وانا كمشجع عربي بتمنى جدا ان يجي اليوم اللي اشوف فيه المارد الاحمر بيتصدر القائمة دي، وطبعا كله بشخصية البطل. ولو انت عندك الفم حاجة، فانا عندي القضية ممكن. واكيد اكبر المستفيدين من المنافسة دي هم مشجعين